إحساس مختلف تمامًا إنك تكون في مكان كل اللي فيه بيفكّروا زيك، أو مش بيفكّروا زيك بس تقريبًا كلّكم فاهمين بعض. نبدأ بأول يوم وأول قرار غلط أعمله إن أنا سمعت الhacks التيك توك، وهي إن أنا عملت القميص ده بأستك كده وفَك في نُص الevent. كان عاجبني شكل السما أوي، فقُلت لازم أصوّره. وصلت وكان وقت الtalk بتاعة أستاذ طارق نور، كانت حلوة أوي، وبعد ما خلّص كان في فيلم كده لكل الإعلانات اللي عملها، وبعد كده كرّمه. وقابلت هدى لأول مرّة وشهد كمان، كنت عارفة إن أنا هاوصل متأخّر، فكنت باحاول كده أجمّع أي حاجة، بس رُحت مع هدى كانت بتصوّر مع نجوم FM، سِبتها تصوّر واتمشيت شوية كده أكتشف المكان، شُفت متحف بيس كيك، بس تقريبًا أنا كنت جاية متأخّر أوي، فقُلت لازم أروح أسمع وليد فالفيديو مصطفى. اللي بينزل ما يجيبش فيوز ده بالنسبه لك، لكن عدد زي ده انت وصلتي له. مفيش حاجه اسمها ان الفيديو ده ما فيرالش فوحش. وبعد كده مشيت. نُص يوم كامل. تاني يوم أنا رُحت بدري عشان قُلت أنا لازم ألحق كل حاجة، بس الشمس كانت صعبة أوي وما قدرتش أحضر أول talk وهدى جابت لي cab عشان أقدر أكمّل. بعد كده قُلت أجرّب شوية activity من أول يوم اللي أنا ما لحقتهاش، وقابلت أمنية كنا اتقابلنا أول يوم كمان، كان في fashion show سريع كده، بعدين كمّلت واخترت stickers حطيتها على الcab بتاعتي، وجرّبت حاجات كتير بس أكتر حاجة كنت باعملها إن أنا باتمشى لوحدي كده وبافكّر بعد لمّا باسمع talk أو أتكلم مع أي صانع محتوى إن قد إيه إحنا متفقين على حاجات كتير حتى لو مش بنعمل نفس الحاجة، يعني اللي مجمّعنا كلنا إننا كلنا بنحب الإبداع بأشكاله بقى المختلفة، وكمان بقيت مذيعة لفترة قصيرة جدًا، وكمّلت آخر talk أنا وهدى، وعايزة أقول إن اليوم ده ادّاني طاقة لسنة قدّام لحد ما أحضره تاني.